السلام عليكم متابعيني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم عندنا 5 وصفات تجنن عالمية. تعالوا نشوفهن ونشوف التفاصيل مالتهن. طبعا بيهن حلا وبيها شوربة وبيها مقبلات وبيها طبق رئيسي وبيها عصير. طبعا أنا نوعدتكم أنه كل يوم أشياء جديدة. جبت عجينة البقلاوة، طبعا موجودة بسعرها ب2000 دينار. أنا ما حستخدم كلها، حستخدم نصها. أخذت هيجي شكل مربعات، أول مرة مستطيل على طولها، وبعدين سويتها مربعة طبقتها سويتها كأنه مثلثة. مجرد هذا الأخذ منا ومنا على مود أرتب الشكل، يعني يكون الشكل حلو دائما. وهنا جبت بايركس وراح أخلي زيت ريزي وأغطي يعني البقلاوة واتركها لمدة نص ساعة على درجة حرارة 200 من فوق ومن جوا. بعدها حارة تشوي. انتبهوا، صفيتها من الزيت وراح أخلي شيرة ثخينة. الشيرة مكوناتها كلش سهلة: كوبين شكر، كوبين مي، وشوية لمندوزي، و15 دقيقة على النار. وهنا أنا عندي الحشوة الكاستر سهل وكل تعرفه، بس مجرد ثخين. وخليت التزيين مالتها فستق حلبي، وطلعت أطيب بقلاوة خلال 5 دقائق التحضير. مجرد الشوي ما عليكم به، ياخذ نص ساعة. هنا حنسوي شوربة. خلي زيت، أضيف بصل أحمس، وبعدين أضيف فطر تقريبا 400 غرام، وأحمس بيه. أضيف جزر قليل بسيط يعني برشته، وحمست أضيف بوتيتاية كاملة مقطعة ناعمة. البوتيتا ما أحمسها حمس هواي، لا تنمرض. وراح أضيف ملعقتين من الطحين، أي نوع طحين عادي، وأضيف مي حسب الكمية، وفلفل أسود وملح، أي توابل ما أخلي، وأترك على النار لمدة 20 دقيقة. وبعدين أضيف عليها ملعقة من النعناع المجفف، وكملت شوربة الفطر تجنن. هنا راح استخدم تمن ريزي الأسمر، راح أخذ تقريبا نص كيلو، أنقعه لمدة 3 ساعات. يعني بالبداية أنا نقعته أصلا وحضرته 3 ساعات. هنا أنا اليوم استخدمت أفخاذ دجاج البيادر لأن ما بيها زفرة ولا زنخة، وطعمها كلش طيب والله العظيم بدون زفرة. وراح أشيل هاي الزوائد الزايدة المنانة وأعوف الفخذ بهالشكل. هنا أنا كملت ماعونين كامل، وهسه عندنا زيت وراح أضيف يعني حتى أسوي الكبسة. خليت تقريبا ربع كوب من الزيت، وبصل وثوم وفلفل أخضر، وراح أحمس بهذا الشكل. هنا عندي التوابل: كبابة، ورق غار، قرنفل، كزبرة، فلفل أسود، كمون، هيل، دارسين، ينسون يعني نجمة، وعندي ملعقة صغيرة من الخردل. هاي بهارات موجودة. خليها طماطة، وراح أحمس بهذا الشكل. طماطة مو هواي. اليوم راح أشوف لكم إنه ملعقة من معجون الشيف غفران بني الأورجانيك، ملعقة واحدة راح تسوي لكم بالكبسة تجنن. وراح أحمس بهذا الشكل. طبعا اسم المعجون هو مالتي، هو اسمه شيف غفران بني، أكو ناس سألتني. وهنا بعد ما حمست انحمس عندي، وشوفوا شلون صار عندي لاچع. اجي بالهند بلندر او بالخلاط او باي شيء تريدون، واللي ما عندكم تعوفوه هيك ماكو مشكله. انزل الفخاذه اللي غسلتهن ونظفتهن، واحمس بيهن حمس بسيط، يعني حمس يعني اعتيادي. اجي اخلي مي دافي مو مي بارد، ويكون يغطي الفخاذة كامل، وأترك على نار يعني عادي، نار طبيعية، وأخلي ملح، وأتركها يعني تقريبا لحد ما يستوي الدجاج عندي كامل. هنا الفخاذة طلعتهن حتى أشويهن. وهنا التمن نزلته، وشوفوا التمن مبين عندي، مو تخلون الكبسة من مبين عندكم التمن، لا لازم يبين. وضفت ملح لأن التمن ما دام زيدنا لازم نضيف ملح، وعفته لحد ما نشف بهالشكل. هسه نهدي النار كلش، نعوف 40 دقيقة، حتى مو نص ساعة، 40 دقيقة، ولا تفتحون القبق. شوفوا شلون صار عندي نثري، شلون صار عندي ممعجن، شلون طلع بس صدق فلفل حار بعدين خليت. هنا تعالوا نسوي مقبلات البيتنجانية. طبعا هنا بيتنجان ملحته وعصرته وقليته، وهنا عندي بصل وفلفل شرائح وهماتين قليتين نص استو. أجي أضيف عليهن شوية طماطة شرائح وخيار
ملعقة من الصاص، ملعقتين من الكاتشب، ملعقة من دبس الرمان، ملعقة من فلفل الحار وملح وشوية من دوزي. أطيب بيتنجانية تقدموها. مقبلات هاي دائما موجودة بالمطاعم وأكثر الناس تحبها. هنا أنا عندي الرقية، قلت خليه شوف شلون شكلها، الله سويتها شرائح بس مو حيل حمرة، ما أعرف ليش بالشتاء. وهنا تمن كمل عندي الكبسة صارت عالمية، والفخاذة شويتن. أكو فشي ناقص بالكبسة، أتمنى بالتعليقات تكتبوا لي شنو الناقص، حاجة وحدة بالكبسة. واحد صايم ميض العقل براسه، فشنو كان نقص بيها من نقص واحد ضروري يتخلى بالكبسة. هاي الكبسة على طريقتي تجنن والله، فتشي عالمية. طبعا هنا جبت الصوبة والقوري، لازم احنا شاي ورا الأكل. وهنا مهدي قال يما ذول الجوارين جابونا فطور، لأن احنا قلت لكم نشارك بين جوارين، يعني واحد يودي للأخ. وكان الفطور مالتنا يجنن. طبعا هو شغلات بسيطة بس والله سويته فشي راقي. يعني هسه حتى لو يجيش خطار وتقدمين هذا الفطور ترى فطور راقي. صحيح هو من فخاذة ومثلا شوربة فطور لو فشي، بس أشياء مرتبة وإلها طعم ثاني الصراحة. أنا كلش حبوها. شو تريد أبو بنين؟ الصينية مالت الجيرة. يلا عيني هسه. صبوا لي هاي الشوربة، هاي الشوربة، شوربة الفطر بالخضروات. باقي همتين موحد. وهاي صمون. بسم الله شو كبسة، الله. اللهم لك اسمت ولك توكلت على رزقك. احسنت. هاي ابو بنين حطيت بقلاوه ورقيه بعد هام شوي، خلي بالنهايه. هسه انتوا اكلوا بعد. ها ابو بنين هاي الشوربه بالعافيه يمه، بالعافيه بالعافيه. وهاي باذنجانيه هم كذلك. ابو بنين ودي واحنا ننتظرك. افطر هسه بتمر. لا اطلب عين. وكل يوم وصلي ورا الفطور. ما نسي شيء بعد؟ لا ابو بنين توكل بالله، انا راح اصب لهم الفطر. خلي منها حسيت. ها لا خلي انترس. تمام خلي افطر. اللهم لك صمت بك امنت وعليك توكلت بسم الله. انت اكل بالخمسه بس بنين اصب لها بعيد عليها. قررت بالخمسه كنت انا قاعد اقرر. يلا شوف والله عالمية عالمية. هسه اقرب لكم اياها. جيب اللبن. اللبن تريد تاكل وياها؟ يلا شوي واخليها هاي الشوربة. عادي عادي جيب التم اجيب هاي. يلا سموا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت هاي اللبن مالت الراد. واش بنو. خلاص صب الشوربة بعد. يلا بالعافية ماما بالعافية. يلا ها جيبوا من هنا. وهسه نقول بسم الله. وطبعا انا كلت تمراية وراح ابلش اول شي بالشوربة. هاي الشوربة العالمية. الله. في الشوربة؟ هاي. هاي من الفطر يلا. خلي لها الكوباية. كركر. صح بيدك. صح بيدك. اي صح هاي شيء. هاي الشوربة. خلي لك مي. لا اعطيني اياها اعطيني اياها. هاي شوربة الفطر يلا. بابا اللبن وينه؟ الله. أنا الصراحة ما تفيدني بالخاشوقة. أني الكبسة إذا مو بدية ما تفيد. أي والله بالخمسة على قولة مهدي. إذا مو بدية بالخمسة كذب. يلا كل بالعافية. بالعافية. من يقنع هذا؟ قرمش فيه الشوربة. إيه نسيت أنا القرمشة ويا الشوربة. بسم الله. حطه هنا فوق الشوربة. ويا الشوربة كل هيك عليه. هيك كل هيك ويا الشوربة لا تريدها منها. الله. اغمز لا تغمز كيف هكا. اي هيك اي وتاكله.
امم انا ما اعرف انت جبتوني طيب. لك يجنن، حيل طيب. انا ما اعرف جبتوني كذا. طيب ويا الخبز المقرمش. هذا طيبة. ايه الخبز المقرمش ويا شوربة. ايه نسوي باذنجانية وياها ويا الكبسة. الله الله يوم ما اقول يوم ما اكون الا اشبع. بالعافية. هاي الباذنجانية روعة. شلون صاير؟ شوف الفخاذة شلون صايرة. هيجي هذا الأكل الحقيقي. الله. بنو الله عاشت ايدك والله. بالعافية ابو بنو. عاشت ايدك وهنيئا الصيام لك. بالعافية يعني حاملهم صايمهم اكلك كله طيب. عاشت ايدك والله. الحمد لله. لا هذا الصيام خلي يصوم الطفل شكو يعني. من عدني الدكتورة قالت ما تصومين، بس لا احنا متعلمين. امي كانت تصوم بينا فناخذ التقاليد كاملة. اريد باكر الكل يسوي كبسة، الكل، بس يسويها على طريقتي. هاي جوارينا جابوا لنا هاي الكبة. هلا اقصها. كبه طيب. بسم الله. كنت واحده كامله. هو الجوارين لازم واحد يدز للثاني. احنا ناكل ونقول بسم الله. طيبة عاشت يديهم. وهاي البقلاوة المحشية بالكاستر. هاك ابو بنين. عاشت ايدك. العافية. بسم الله. بس الله الله نقول بسم الله. عاشت ايدك بنو. عالمية. حلاوه ماله طبيعي. قرمشة لين تعرف ليش الحلاقة طبيعي؟ ابو بنين خلينا سوباية جوا وما شلون المصفي الصفة عندنا الزيت والشيرة. موضوع الكاستر طيب. ناشفه. ايش طيبه. والله جربوها ما طولت عندي 5 دقائق بالتحضير. تقريبا 5 دقائق اي. وزعت منها وطعمها. هاي اخذ قطعة راح اكلها. جبعت مهدي قام يكنسل. الله الشوربة وياها الخبز المقرمش فتشي. ما تاكلون سريع على كيفكم. بالعافية. ايه بالعافية بالعافية. صيام مقبول ان شاء الله. ارتاح حتى تصلي. اصلي انا حاصلي اصلي. اي وش اقول هسه؟ قرأت فيديونا للانتهاء واقول لكم شكرا على المشاهدة. تحياتي لكم شيخ غفران ام بنين. انتظروني كل يوم بالثنتين الظهر حسب توقيت بغداد على مود طلب من المتابعين انه بالثنتين ضبط لين حتى يقدرون الكل يسوي يتحضر للغداء. بالعافية 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 كبسة بس على طريقتي الجديدة. يعني أنا مرة سويتها بغير شكل. عشان الشام. بالعافية إن شاء الله. انتظروني.